السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كيكة سهلة وسريعة واقتصادية وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا جدا. ليها مسميات كتيرة: كيكة بسبوسة، رواني، كيكة زبادي، ايا كان المسمى بتاعها هي كيكة تحفة بجد وطعمها حلو قوي. حلوة كده مع كوباية شاي، كوباية قهوة، بجد تحفة. هي مزيج كده ما بين الكيكة والبسبوسة وبنسقيها شربات. بس النتيجة بجد هتعجبكم قوي، بتطلع هشة وخفيفة ويا رب تعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنحضرها الشربات عشان لازم يكون معانا بارد. معايا كوبايه من السكر وعليها كوبايه ونص من الميه، ونفس الكوبايه اللي بعاير بيها السكر هي اللي بعاير بيها الميه، وانا مستخدمه الكوبايه المعياريه اللي بتكون 200 مللي. وعليها عصير نص ليمونه. مش بقلبه ولا باجي جنبه، برفعه على النار واول ما يغلي بخليه على نار وسط ويغلي 7 دقايق بالظبط. بعد كده بطفي عليه النار وهحط له ربع معلقه صغيره من الفانيليا البرتقال اللي كنت عاملاها معاكم على القناه، حلوه جدا جدا. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف لو حابين ان انتوا تشوفوه. لو ما عندكيش تقدري تحطي اي فانيليا زي ما انت حابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هقول لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام وهسيبها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. اول حاجه عشان الكيك يطلع معاكوا هش وخفيف ونجح لازم المقادير كلها تكون بدرجه حراره الغرفه. معايا 3 بيضات حجم كبير، عليهم معلقه صغيره من الفانيليا السايله او كيسين من الفانيليا البودره، ولو انت عندك فانيليا البودره في ازايز حطي ربع معلقه صغيره. وعليهم معلقه صغيره من الخل الابيض. الخل بيساعد على هشاشين الكيك وكمان بيخلي لونه فاتح وحلو. هقول لكم كل الاسباب اللي يخلي معاكم الكيك يطلع ناجح ولونه يكون فاتح، الناس اللي بتشكي من غمقان الكيك. وحطيت عليهم 3/4 كوبايه من السكر، يعني 150 جرام من السكر، ولازم السكر يكون ابيض. السكر لو غامق برضو هيغمق معاكم الكيك. واضرب بقى كويس جدا لحد ما السكر يدوب ولونه يفتح. انا مش عايزه اعمل قوام ولا اضاعف الحجم ولا اي حاجه، انا مش بعمل كيكه اسفنجيه، بس لازم اتاكد ان السكر اتضرب معايا كويس جدا. وعلى فكرة مش لازم ابدا مضرب كهرباء، تقدري ان انت تعمليها في الخلاط نفس الخطوات اللي انا هعملها وتعملي في الخلاط. هي كيكة سهلة وبسيطة جدا، مش محتاجة مضرب كهرباء ولا اي حاجة. انا بس عشان تبقوا شايفين كل حاجة لان الخلاط مش هيبين لكم قوي، عشان بس التصوير. بعد كده خلاص ضربت السكر والبيض والفانيليا. هبتدي ان انا انزل بنص كوباية من جوز الهند، ناعم او خشن مش هتفرق، ونص كوباية من الزيت، يعني 100 مللي، ويفضل الزيت يكون نوعية كويسة عشان ده بيأثر على طعم الكيك. انا استخدمت زيت عباد، تقدري تستخدمي زيت ذرة او زيت عباد زي ما انت حابة. بضرب بس كده لمدة دقيقة لحد ما الاقي كده المكونات كلها اتجانست مع بعضها. واهم حاجة لو انت شغالة بالمضرب كل ما تنزلي مكون تبتدي كده ان انت تلمي الجوانب، عشان لو في اي حاجة ما اختلطتش تختلط معاكي كويس، لكن في الخلاط هيكون اسهل. بعد كده هضيف كوباية من الزبادي او الياغورت. ركزوا معايا كويس جدا، كوباية زبادي مش علبة. انا عشان اوصل لكوباية الزبادي جبت علبتين زبادي، وزن العلبة 100 جرام، يعني انا استخدمت علبتين زبادي وزن العلبة 100 جرام، فعملوا لي كوباية من الكوبايات المعيارية. بضرب بقى كويس جدا كده لمدة دقيقة لحد ما الاقي برضو الخليط كده بقى متجانس، يعني مش بنضرب كتير ولا اي حاجة. واهم حاجة كده نجيب الجوانب، يعني كل ما بننزل مكون بنضرب كده ونجيب الجوانب عشان يختلط معايا كويس. بعد كده خلاص هوقف ضرب واضيف المكونات الجافة. معايا كوباية من الدقيق، يعني 125 جرام، ده دقيق جميع الأغراض. وما تنسوش رشة الملح على الدقيق. لازم طبعا ننخله كويس جدا علشان كل ما بندخل للدقيق هوا كل ما الكيك بيطلع معاكوا هش وخفيف. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر. انا استخدمت بيكنج باودر كيك شيف حلو جدا، بيخلي الكيك لونه فاتح وحلو، احسن بكتير بصراحة من تاج الملوك الاخضر، بيغمق الكيك. خلاص بقى كده بالمضرب اليدوي هبتدي ان انا اقلب. اول ما الاقي ان الدقيق اختفى اوقف تقليب، ولسه برضو هنضيف مكون تاني. ما تبالغيش في التقليب علشان ما نطلعش عرق للكيك والكيك يطلع معاكوا نشف ومش حلو. واهم حاجة زي ما اتفقنا هناخد الجوانب عشان الدقيق يختلط معايا كويس. هقلبه بقى كويس واقولكم المكون اللي بعد كده. بجد من احلى والذ الكيكات اللي انتوا ممكن تعملوها، سهله بسيطه وما خدتش في عمايلها 5 دقايق، وشايفين مقاديرها مش مكلفه خالص. بس بجد النتيجه حلوه جدا، لو جربتوها هتبطلوا اي كيكه تانية عملتوها قبل كده. اخر مكون هضيفه هو سميد البسبوسه. معايا كوبايه من سميد البسبوسه، يعني 170 جرام، ده سميد البسبوسه اللي احنا بنعمل بيه البسبوسه. جايباه من عند العطار سايب من غير اي اضافات.
طب ليه انا ما حطيتوش مع الدقيق؟ علشان مش عايزاه ان هو يتقلب كتير عشان ما يعملش عرق والكيك يطلع معاكم ناشف. حطيته كده في الاخر عشان مجرد كده تقليبتين، خلاص كده بوقف تقليب وبيكون الخليط معايا ممتاز. وهوريكم دلوقتي قوام الكيك، ما بيكونش خفيف قوي، يعني بيكون تقيل سنه. حضرت تاني صينيه من صواني البايركس، دهنتها بالزيت وبطنتها كده بالدقيق، او ممكن تدهنيها سمنه وترشيها برضو بالدقيق زي ما انت حابه. واي صينيه تقدري ان انت تعملي فيها، مش لازم ابدا بايركس، ممكن تعمليها في صينيه ألمونيوم مقاس 22 او 24. كل ما بتقللي الصينيه كل ما ارتفاع الكيك بيطلع معاكي اعلى، كل ما بتكبري الصينيه ارتفاع الكيك بيطلع معاكي اقل. بس يفضل ان الكيكه دي ما تكونش مرتفعه قوي. نزلت كده بكل كميه الكيك وببتدي ان انا اسويه كويس جدا عشان ميبقاش جنب عالي وجنب واطي، وبخبطه كده عشان لو في اي هوا يخرج من الكيك. بعد كده بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، بدخله على الشبكه اللي في النص، تقعد تقريبا من 30 ل 35 دقيقه حسب الفرن عندك، تابعيها. ما شاء الله الكيك كده استوى معايا واخد معايا في الفرن 30 دقيقة. زي ما قلت لك تابع الفرن بتاعك عشان بيختلف من فرن لفرن. اول ما تلاقي الوش احمر اختبرها من النص بخل خشب، طلعت معاكي نضيفة وهي كده استوت فيها عجين، سيبها تاني 5 دقايق. الكيك بيكون سخن والشربات بيكون درجة حرارة الغرفة، وبتاخد كل الكمية، متخافيش مش بتطلع سكرها زيادة ولا اي حاجة، سكرها مظبوط جدا جدا. اهم حاجه لو انت هتعملي صينيه بايركس ما ينفعش الشربات تكوني حاطاه في التلاجة عشان بيكون ساقع، لا قدر الله ممكن البايركس يفرقع، فلازم تكوني كده حاطاه على الرخامه بعد ما بتجهزيه. خلاص كده سقيت بقى كل الكميه وحطيت جوز هند، وابتدي ان انا اقطعها بقى الحجم اللي انت عايزاه. شايفين ما شاء الله الكيكه هشه جدا جدا، عايزه اقول لكم ريحتها تحفه. اهم حاجه ما نقدمهاش غير بعد ساعتين كده تكون بردت ومسكت نفسها، وبعد كده نبتدي ان احنا نقطعها ونقدمها. بجد كيكه من احلى الكيكات اللي ممكن تجربوها، ميكس كده ما بين الكيكه العاديه والبسبوسه، حاجه كده بتدوب في البق وطعمها خطير بجد. شايفين الكيك عامل ازاي؟ لونه فاتح مش غامق ولا فيه نقط بني ولا اي حاجه. اهم حاجه امشوا بس على نفس الخطوات والمقادير وان شاء الله هتاخدوا نفس النتيجه، حلوه جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان سكرها مظبوط، يعني ما تقلقوش ابدا، يعني احنا سقينا شربات والكيك فيه سكر، بس بجد سكرها مظبوط جدا جدا. كان طعمها تحفه، يعني في بقى بيقولوا عليها كيكه بسبوسه، رواني، كيكه زبادي، ايا كان المسمى الكيكه دي اختراع، لازم تجربوها ان شاء الله. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، ويا ريت لو بتشوفوا القناه لاول مره تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو قريب انزله. ويا رب لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.